السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من ادب علوم. في يوم 16 فبراير سنه 1946 بيقف مستر فيجينسكي ممثل الاتحاد السوفيتي في مجلس الامن التابع للامم المتحده وبيقول: انا بستخدم حقي كعضو دائم واصوت ضد هذا الاقتراح، عشان يعلن عن اول مره في التاريخ يتم فيها استخدام حق الفيتو. والاقتراح ده كان متقدم من سوريا ولبنان بخصوص جلاء القوات الاجنبيه عن اراضيهم، وبعد رفض الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا دلوقتي بيتم رفض القرار بغض النظر بقى عن موافقه اغلبيه الاعضاء في مجلس الامن. هتقول لي اشمعنى؟ هقول لك عشان روسيا عندها حاجه كده يعني اسمها لا مؤاخذه حق الفيتو. وقبلها بسنه تقريبا في مؤتمر سان فرانسيسكو بيقف السيناتور كونالي من الوفد الامريكي قدام وفود من 50 دوله وبيقطع نسخه من ميثاق الامم المتحده في مشهد دراما اكشن فرد عضلات، وبيقول لهم كلمتين ابرك من جرنان: يمكنكم العوده اذا اردتم الى اوطانكم من هذا المؤتمر والقول بانكم هزمتم حق النقد، ولكن ماذا سيكون جوابكم حين تسالون أين الميثاق؟ هو مين بقى بالصلاة على النبي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ده اللي كل شوية يجتمع عشان يحدد مصير العالم؟ ومين الأمم المتحدة دي أصلا؟ ويطلع إيه بقى لا مؤاخذة أصلا الحق الفيتو ده اللي مع روسيا وأمريكا؟ حق الفيتو مش مع روسيا وأمريكا لوحدهم، حق الفيتو موجود مع 5 دول بس من كل دول العالم، ال5 الكبار أو البي 5. وعشان تفهم مين هم ال5 الكبار وليه هم كبار ومين الأمم المتحدة ويطلع إيه حق الفيتو وليه موجود مع 5 دول بس، فخليني احكي لك الحكايه من الاول. حاول جان جاك روسو وإيمانويل كانت وإمريك روستي وغيرهم من المفكرين انهم يعملوا منظمه دوليه لحفظ السلام في العالم، واي خناقه هنحس انها هتبدا بين دولتين هنعمل قعده عرب والغلطان هيحاسب على المشاريع، ويبقى عندنا حاجه كده زي شرطه دوليه مثلا عشان نقدر نحاسب الغلطان ونوقفه عند حده. ولكن للاسف كل دعوات المفكرين فضلت جوه الكتب، واللي حذروا منه حصل بالفعل. العركة قامت والكوكب كله ولع ودخلنا حرب عالمية أولى. بعد الخسائر المرعبة في الأرواح واللي بتقدر تقريبا بحوالي 20 مليون بني آدم، منهم حوالي 13 مليون مدني، غير الإصابات اللي تخطت برضه حوالي 20 مليون، وتم أسر أكتر من 29 مليون إنسان ومنهم مدنيين. ده طبعا غير الدمار والخراب في المنشآت والبنية التحتية. وبعد ما عمنا الإنسان بوظ جزء كبير من الكوكب وخلاه لا يصلح للحياة، قال لك إحنا لو كملنا بالشكل ده هننقرض زي الديناصورات، فخلينا نهدى كده ونمسك العقل ونعمل معاهدات سلام ونمشيها بالحب. وودرو ويلسون هو الرئيس الأمريكي رقم 28، وكان من أكتر المتحمسين لفكرة إنشاء منظمة دولية لحفظ الأمن والسلام في العالم عشان نحاول نمنع سفك الدماء والخراب زي اللي حصل في الحرب العالمية الأولى. وفي يوم 8 يناير سنة 1918 بيقف ويلسون قدام الكونجرس الأمريكي وبيقدم مبادئ ويلسون ال14، وسايب لك مصدر في الوصف تقدر تعرف منه المبادئ ال14 كلهم. ولكن اللي يهمنا احنا هنا المبدأ الأخير واللي كان بيقول: يجب تشكيل جمعية عامة من الأمم بموجب مواثيق محددة لغرض منح ضمانات متبادلة من الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول الكبرى والصغرى على حد سواء. يستغرب اعضاء الكونجرس ويقولوا له: ايوه برضه انت عايز ايه؟ مش فاهم عايز ايه يا ابني انت. وفي يوم 18 يناير 1919 بيبدا مؤتمر باريس للسلام، وبيشارك فيه وفود من 25 دوله، وكان اهمهم الاربعه الكبار في وقتها: امريكا، بريطانيا العظمى، فرنسا، ايطاليا. وفي جلسه من جلسات المؤتمر وتحديدا يوم 25 يناير بيقدم ويلسون فكرته قدام المؤتمر، والفكرة بتلاقي ترحيب كبير جدا من الدول، وبيتم عمل أكتر من 1600 جلسة على مدار سنة كاملة. 1600 1600 ما كانوا فاضيين بقى، لسه مخلصين حرب ولسه مخلصين دعك في بعض، وقال لك نقعد ما ورناش حاجة يعني نقعد. وكان من نتائج المؤتمر معاهدة فرساي، واللي قال عنها وهو بيستلمها وزير الخارجية الألماني رانتزو: يمكننا أن نشعر بقوة الكراهية الكاملة التي تواجهنا هنا، تطلبون منا الاعتراف بأننا الطرف الوحيد المذنب في الحرب، مثل هذا الاعتراف من فمي سيكون كذبا. وأصدرت الحكومة الألمانية احتجاج رسمي ضد المعاهدة واعتبرتها انتهاكا للشرف، وقالوا لهم: اللي انتوا جايين منه في منه مفيش منه. بس اقول لك اهم كانوا بقين في اخر الخناقه، عارف انت لما بنتضرب ونطلع نجري وبنشتم واحنا بنجري، اهم كانوا كده. وفي يوم 22 يونيو 1919 بتصدر قوات الحلفاء تهديد وانذار اخير لالمانيا، وبتقول لهم: لو ما وافقتوش على المعاهده في خلال 24 ساعه هتواجهوا غزو من قواتنا عبر نهر الراين، وفكوكم الكلام ده عشان هنعلم عليكم تاني. وعشان تفهم حجم الخسائر والاهانه اللي وقعت على المانيا فمحتاجين حلقه كامله عن معاهده فرساي، فلو تحب تشوف حلقه عنها يا ريت تعرفني في التعليقات. المهم
بتوافق ألمانيا طبعا على المعاهدة وبتوقع عليها رسميا يوم 28 يونيو، وفي نفس اليوم بتوقع 44 دولة على ميثاق عصبة الأمم. بيرجع ويلسون للكونجرس عشان يحاول يقنعهم بالانضمام للعصبة، وفي يوم 10 يوليو بيقول خطبة عاطفية جدا وقال فيها: لقد ألقي على عاتق هذه الأمة العظيمة دورا جديدا ومسؤولية جديدة، علينا أن نحترمها ونتمنى أن لو نستطيع تأديتها بأعلى المستويات. محدش يسقف. للأسف خطاب ويلسون العاطفي ده ما بيلاقيش إلا تأييد ضئيل جدا من بعض التكتلات السياسية، وبرغم جهود ويلسون المستمرة في إنشاء عصبة الأمم واللي خد بسببها جائزة نوبل للسلام في أكتوبر سنة 1919، إلا إن الحزب الجمهوري في أمريكا كان شايف إن دي مش عصبة، كده بقت عصابة من الدول الأوروبية الاستعمارية الكبرى عشان يكوشوا على غنائم الحرب العالمية لوحدهم. ترفض أمريكا الانضمام لعصبة الأمم. في يوم 16 يناير سنة 1920 وبعد تطبيق معاهدة فرساي ب6 أيام وانتهاء الحرب بشكل رسمي، بيتم عقد اول اجتماع لعصبة الامم ليج اوف نيشنز. خلاص يا جدعان، رزقت بمنظمه صغننه وزي العسل وسميناها عصبة الامم. عقبال عندك ام محمد ابو ادم، عقبال عندك اخويا، عندنا منظمه صغننه لحفظ الامن والامان، واي حد عقله هيوزه هنشده من ودنه ومفيش حروب للأسف عصبة الأمم ما بتقدرش تمشي كلامها على القوى العظمى، بل وكمان بعض القرارات كانت بتتقابل بالسخرية والاستهزاء. عندك مثلا لما اتهمت العصبة جنود طليان انهم استهدفوا وحدات من الصليب الأحمر أثناء الحرب الإيطالية على أثيوبيا، وحظهم الأسود كان رئيس إيطاليا في الوقت ده واحد من فتوات الكوكب البلدوتشي موسوليني، اللي هيعمل مشاكل هو وصاحبه هتلر اكتر من اللي عملها عشري وابراهيم الابيض. موسوليني بيقول لهم انتوا ما بتتكلموش الا ما بتسمعوا العصافير التوكسيك بنت التوكسيك عماله تصوصو ومصدعانه وعايزه استقلال، لكن لما بتشوفوا السور الغلابه اللي زينا بتموت وهي بتستعمر ما بتفتحوش بقكم. ان العصبه لا تتصرف الا عندما تسمع العصافير تصرخ من الالم، واما عندما ترى العقبان تسقط صريعه فلا تحرك ساكنا. وشويه وبتنسحب المانيا من العصبه ووراها دول المحور. المانيا طب والسلام طيب؟ قالت لك سلام. وفي سبتمبر سنة 1939 بيولع الكوكب من تاني، وبتعلن الحرب العالمية الثانية عن فشل العصبة رسميا. وفي آخر دورة للعصبة بيقول مندوب فرنسا جوزيف بول بونكور: لم تكن العصبة هي التي فشلت، ولم تكن مبادئها هي التي وجدت ناقصة، كانت الدول هي التي أهملتها، وكانت الحكومات هي التي تخلت عنها. بعد الحرب العالمية الثانية بيظهر للنور ميثاق الأمم المتحدة، وبيتنفذ تحديدا بداية من 24 أكتوبر سنة 1945. وسايب لك برضو مصدر لو عايز تقرأ الميثاق بالكامل. ولو حابب نعمل حلقة عن نشأة الأمم المتحدة ومؤتمر يالطا وميثاق الأطلسي يا ريت تعرفني في التعليقات. المهم، الأمم المتحدة هي اتحاد دولي اتكون عند التأسيس من 51 دولة، والنهاردة بيضم تقريبا 193 دولة. طب اتعملت ليه الأمم المتحدة؟ اتعملت عشان تحفظ السلام في العالم وتحاول تمنع حدوث حروب عالمية تاني عشان ما تفشلش زي ما فشلت عصبة الأمم. كان لازم وقود قوة نقدر نفرض بيها القرارات بتاعتنا. فاكر الخمسة الكبار اللي قلت لك عليهم في أول الحلقة أو البي 5؟ بالظبط كده، هم دول القوة اللي احنا محتاجينها. مين بقى هم الخمسة الكبار؟ أمريكا، روسيا، إنجلترا، الصين، فرنسا. كان من الطبيعي جدا ان دول الحلفاء اللي لسه حاطين على دول المحور يكونوا هم القوه الوحيده اللي فاضله في العالم اصلا، وكمان الخمسه الكبار دول هم اللي بيملكوا اسلحه نوويه بموجب معاهده هتيجي بعد كده، وتحديدا سنه 1970 اسمها معاهده الحد من الانتشار. وزي ما بدا مصطلح عصبه الامم من عند الرئيس الامريكي ويلسون، اطلق الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت مصطلح الامم المتحده على دول الحلفاء، واعتمد المصطلح ده رئيس وزراء بريطانيا ونيستون تشرشل، ومن بعده الخمسه الكبار. وبتبدا مفاوضات انشاء الامم المتحده في مؤتمر سان فرانسيسكو. وبيوصف المفاوضات الشرسه والمثيره مستشار الوفد الامريكي فرانسيس ويلكوكس، وبيقول: في سان فرانسيسكو بين قاده الخمسه الكبار المساله بوضوح تام، اما وجود حق الفيتو أو لا ينجز أي ميثاق. الخمسة الكبار كانوا هم الطرف الأقوى، وعشان كده قالوا يا إما حق الفيتو يا إما مفيش أمم متحدة، وها بقى جاية معاكم بإيه؟ وبالفعل بيتم إنشاء الأمم المتحدة، واللي مكتوب في ميثاقها فصل كامل عما يعرف بمجلس الأمن، وبيتكون من 5 أعضاء دائمين permanent member،
ومن هنا جه مصطلح البي 5. ومعاهم 10 أعضاء غير دائمين بيتم انتخابهم عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة كل سنتين، عشان يكون مجموع الأعضاء في مجلس الأمن 15 عضو. وعشان تفهم قوة مجلس الأمن هقرا لك نص المادة 25 من الفصل الخامس في ميثاق الأمم المتحدة، واللي بتقول: يتعهد أعضاء الأمم المتحدة قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق. وللأمانة يعني ما تذكرش كلمة حق الفيتو صراحة كده في ميثاق الأمم المتحدة، لا مش للدرجة دي يعني، لكن هو موجود بشكل غير مباشر في المادة 27 من الفصل الخامس الخاصة بنظام التصويت في مجلس الأمن، واللي بتقول عشان يتم تنفيذ أي قرار لازم يوافق عليه 9 أعضاء من إجمالي أعضاء مجلس الأمن ال15. ولحد هنا مفيش أي فيتو في الموضوع والديمقراطية مغرقة الدنيا. بس ما المادة بتقول لازم يكون بين ال9 أعضاء الموافقين دول أصوات ال5 الكبار متفقين. وحط لي تحت متفقين دي 500 خط، بلاش 500 عشان المونتير، خليهم 3 خطوط بس. الكلام ده معناه ان لو اي دولة من ال5 الكبار اعترضت على اي قرار يبقى كيتو مات ومفيش قرارات، حتى لو وافق ال14 عضو التانيين كلهم، وهو ده حق الفيتو. طب لو دولة من ال5 الكبار امتنعت عن التصويت يبقى السكوت علامة الرضا ونقول مبروك. كلمة فيتو في الإنجليزية معناها نقد، وهي مشتقة من كلمة لاتينية معناها أنا أمنع، وفي المصري العامي بقى بتاعنا معناها أنا حقا أعترض. الفيتو بيدي الحق لأي دولة من ال5 الكبار إنها توقف مشروع أي قرار وبدون إبداء أسباب. هو كده أنا من البي 5 ومش جاي معايا سكة اللي انتوا بتقولوه، اقفلوا الموضوع ده. ولو جاي معاكم بفرهضة ووجع قلب وهتفتحوه تاني فأنا عندي فيتو ياما ومش هنخلص. وبيديهم الحق كمان إنهم يرفضوا تعيين الأمين العام للأمم المتحدة وبدون إبداء أسباب، ويقدروا كمان يمنعوا أي دولة من الانضمام للأمم المتحدة أو الانضمام لمجلس الأمن. ويهمني بقى تعرف إن اللي اتقال ما كانش كفتة، وعشان كده سايب لك شوية مصادر. ولو حابب نتكلم عن حاجة معينة الحلقة الجاية يا ريت تعرفني في التعليقات. اشترك على القناة ولايك وشير، واشوفك على خير. كات. هايل يا عبد الرحمن. يا عم هايل ايه ده فاشل. ولا بطل احباط يا وانت عامل مغرب، ما اسمهاش كات، اسمها فركش.